السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في تحفيل التحفيل. في السريع كده، ملخص دور 16 والوصول لدور الثمانية. طبعا الأرجنتين هتقابل هولندا، وبعتبر ده ماتش مهم جدا وماتش قوي، وده بيثبت برضو ان البطولة كلها ماشية قوية، والبطولة من أفضل البطولات وأفضل مونديال حصل. الأرجنتين عندها الحلم، عندها ميسي، عندها رفع الكاس بعد غياب حاجة و30 سنة. هولندا محتاجة ترجع لأمجادها تاني. هولندا محتاجة تثبت ان هي فريق قوي، فدي مهم. الماتش ده مهم قوي. عندنا مباريات البرازيل وكرواتيا، والبرازيل يعني هي ابتدت تعيد رونقها، ابتدت ترجع السامبا البرازيليه اللي احنا عارفينها. اقوى فريق في اي مونديال، اقوى فريق في تاريخ اي مونديال، اقوى فريق في كل المنتخبات، الاكثر حصولا على كاس العالم، وبيسعى للسادسه. ولو ان السادسه دي شؤم على الناس، بس يعني البرازيل ممكن تعملها، وخصوصا بعد تغيير عناصر الفرقه ودخول ناس زي ريتشا وريفانيا رافينيا. فدول ايه، عملوا قوه جامده جدا مع نيمار، وغيروا من شكل البرازيل عن المواسم اللي فاتت اللي احنا شفناها. فالماتش ده قوي. كرواتيا هي هي الوصيف في كاس العالم اللي فات بعد لقائها مع فرنسا، وده موضوع صعب شويه، يعني مش نفس المستوى قوي قوي، بس طبعا الارجح واللي يكسب البرازيل، وده ماتش قوي. في الماتش الاهم، انا شايفه الاهم في البطوله والاقوى، هو انجلترا وفرنسا، وانا قلت ده نهائي مبكر. الماتش ده قوي جدا، الماتش ده حاسم، حامل اللقب من اقوى الفرق في المونديال السنه دي. انجلترا فريق قوي قوي، وصيف بطوله اوروبا، وفي نفس الوقت هو من اقوى فرق المونديال حاليا. عندنا اللقاء طبعا اللي كلنا منتظرينه والاهم لقاء المغرب والبرتغال. البرتغال طبعا قويه جدا، البرتغال فريق متماسك، البرتغال بقياده كريستيانو رونالدو هيفضل هو القائد، هو الاقوى مهما قعد على الدكه، مهما حصل. هو اخر كاس عالم ليه، في تحديات، هو اللي عمل اسم البرتغال، هو اللي عمل لهم الحماس هو اللي خلاهم بقدر ان هم ينجحوا ويثبتوا فريق. هو اللي حصل معاهم على بطوله اوروبا، ودي كانت طفره في البرتغال ما حصلتش قبل كده. هو الوحيد اللي عمل اسم وهيبه لمنتخب البرتغال، وهو منتخب قوي جدا، ومنتخب عنده حلم كبير زي الارجنتين، زي فرنسا ما عايزه تعمل المونديال الثاني على التوالي، زي ما الارجنتين نفسها تعيد كاس العالم، زي ما البرازيل نفسها ترجع على تتويج المنصات للكاس العالم والمونديال. الماتش ده هيبقى قوي، الماتش ده هيبقى ممتاز قوي ما بين البرتغال والمغرب. نيجي بقى للمغرب. المغرب عملت طفره رهيبه. المغرب هو اول فريق عربي يوصل دور الثمانيه، هو اول فريق عربي وافريقي يبقى اول مجموعته، ودي ما حصلتش في تاريخ اي مونديال في الدنيا، ان فريق عربي او افريقي او اسيوي حتى يبقى اول مجموعته. مش متاكد من موضوع اسيوي ديت، بس يعني اول مجموعته عربي وافريقي، ده اول مجموعته. فخلينا دي مهمه قوي، وهو اول فريق عربي يوصل دور الثمانيه، ورابع فريق افريقي يوصل دور الثمانيه. المغرب عامله طفره. المغرب يعني كلمه السر في وليد المدرب وليد الركراكي. وليد عامل طفره، وليد مدرب محلي قاري المشهد صح، مجمع لعيبه كويس جدا، عامل ليهم روح، وده بيثبت ان دايما الروح الوطنيه نابعه من جواها. الروح الوطنيه للفرق والتحديات وقوتها وقوه الفريق وتحمسه واصراره على المكسب وتحقيق نجاحه، وان هو يبقى بيكتب التاريخ لاسمه، هو يكون اغلبيتهم منهم. المحترفين لازم يكون عندهم روح الوطنيه، لازم يلعب لفرقته، لازم يلعب للمغرب. يعني عندك الحكيم وحكيمي دول كفايه، دول عاملين جو رهيب. كلمه السر الاكبر هو في ياسين بونو. كنا دايما بنسمع ان الجون حارس المرمى نص الفرقه، هنا حارس المرمى هو كل الفرقه، فعليا كل الفرقه، هو اللي يشيلك طول المباراه، هو اللي يشيل ضربات الجزاء. ياسين بونو من افضل، يعني هو مغربي بس مش مولود في المغرب، هو مولود تقريبا في كندا وبيلعب لاشبيليه في اسبانيا. فهو من افضل الحراس المرمى اللي موجودين في المونديال حاليا، مستقبله كبير جدا، عنده ثبات، عنده قوه، طوله، هيبه، ابتسامته، عدم الخوف. يعني هو دايما تلاقيه في الهجمات هو جد جدا، اول ما الهجمه تحصل او يحصل حاجه او يصدها تلاقي ابتسامته جميله، ودي بتطمن للفرقه، ودي بتطمن وبتدي ثقه للعيبه جامد جدا، وبتدي ثقه لنفسه. فاعتقد هو سر من اسرار ان شاء الله
تكمله المغرب يا رب ان شاء الله، او الوصول الى دور النصف النهائي. المغرب كلمه جميله، المغرب فرحت العرب، المغرب فرحت الدنيا كلها. امبارح كنت بتفرج على الشوط الاول وانا راجع من الشغل، وطبعا الباص كله والناس كلها وكل الناس اللي مروحه ماسكين الموبايلات في ميعاد شغل. لحقت الشوط الثاني في البيت، كملت الشوط الثالث، كنت مضطر انزل الشارع، ضروري اروح مشوار قبل المكان اللي انا رايحه او عايز اروحه يقفل. فجأة وانا رايح المشوار لقيت الدنيا زحمه، كنت في مكان كده يعني شارع عمومي، في محلات كتير وفي موقف وقهوه، وقفنا عند القهوه الكبيره، كافيتيريا كبيره كده، الناس ملمومه كتير جدا، الشعب المصري فرحان بالمغرب. المغرب عملت حاله في الوطن العربي بعد قطر طبعا، يعني قطر عامله حاله جميله للعرب والمسلمين، والمغرب زودتها واكدتها وجملتها باللي بيحصل. يعني الشعب المصري شعب طيب، شعب استضاف العراق من غير اي اهانه ومن غير اي تعالي، استضاف سوريا من غير اي اهانه، وكانوا اخوه واحبه. الوطن العربي وقطر اثبتوا ان العرب كلهم ايد واحده، يعني على راي الصحفي الاسرائيلي اللي قال احنا يعني التطبيع ده كذبه، لكن الحقيقه ان احنا فعلا العرب لو اتحدوا ايد واحده هتبقى حاجه جميله قوي. امبارح على القهوه واقف انا وزوجتي، بتقول لي اقف فين؟ قلت لها اقفي جنبي، واقفين وسط الناس، ناس غريبه، ناس كلها ما تعرفش بعض، بلحق ضربات الجزاء، بشوف الناس بتشجع، الناس فرحانه، الناس بونو بونو بونو، الناس يعني بعد الفوز فرحه مش طبيعيه. مصر فرحت، الوطن العربي كله فرح، الناس كلها فرحانه، واللي ما يفرحش دي حاجه بتاعت الكوره جميله. اللي بيحب الكوره ده يعني ليها مميزات كتير وليها فرحات كتير، ولكن هي مش ليها برضو بعض التعب والمساوئ، ولكن هي جميله وهي بتجمع الناس. الوطن العربي كله فرح، مصر فرحانه، برج القاهره اتلون بعلم المغرب، ودي حاجه جميله. عيب على الاتحاد، عيب علينا، عيب على الاهتمام. يعني احنا محتاجين الاتحاد، احنا كسبنا المغرب كسبناها، احنا منتخب مصر كسبناها، احنا محتاجين جديه، محتاجين الاتحاد الكوره يهتم شويه، نبعد عن المحسوبيه والرشاوي، ونبعد عن البلاوي والاسقاطات اللي بتحصل، الجوابات اللي بتتخبى، كل ده خطا. احنا الاتحاد محتاج يقف في ظهر النادي، ظهر منتخب مصر، ظهر كل الانديه، محتاج يعمل كوادر، محتاجين مدرب كويس، محتاجين روح الوطنيه ترجع تاني، محتاجين. المغرب منتخب الساجدين، بقى اسمه منتخب الساجدين بعد مصر. المغرب عملت عظمه، نتمنى الوصول لدور نصف النهائي. كل التوفيق للمغرب الشقيق وكل القائمين على منتخب المغرب، ويا رب يا رب يا رب يبقى افضل مونديال، المغرب تحقق حاجه وتفرح الوطن العربي كله والمسلمين، لان دي فرحه فعلا جميله جدا. السلام عليكم.